كنت باسأل نفسي سؤال، ليه في ناس بتحب شغلها رغم إن الشغل ده صعب جدًا؟ وعرفت السر هاقوله لكم في حلقة النهارده. السر استنتجته من شغلي أنا شخصيًا، بعد 14 سنة شغل سألت نفسي إيه اللي خلّى التجربة دي ممتعة؟ هل هي المهام والّا الروتين في قلب الشغل والّا حاجة تانية؟ لقيت السر مش في الشغل نفسه، السر في الناس اللي حواليك. طب تعالوا نفهم ليه. بس قبل ما نفهم، معاكم محمد سويد، استشاري تسويق دولي وتطوير أعمال. ممكن تقضي سنين في شغلك وتكتشف في الآخر إن اللي خلّى التجربة ممتعة وأنت مبسوط من شغلك مش بس طبيعة الشغل، لكن بالناس اللي حواليك في قلب الشغل. هتحب مكان شغلك أكتر، مش عشان المهام أو الروتين اليومي، لكن عشان كل شخص ساعدك، شاركك في معلومة، أو وقف جنبك لما احتجته. حتى لو شغال في أي مجال بعيدا تماما عن اهتماماتك أو في مجالاتك، الراحة الحقيقية هتحسها لما تلاقي شخص تتكلم معاه وقت الراحة، حد يحسسك إنك مش لوحدك في المكان، مش لوحدك في الشركة، مش لوحدك في قلب المشروع، مش كل العبء عليك. حد هيحسسك إنه دايما معاك ودايما هيساعدك وواقف جنبك. مثال بسيط، وانت في الجيش بتلاقي نفسك فجأة وسط ناس مختلفة عنك في كل حاجة، بس الراحة اللي بتلاقيها لما تلاقي شخص بيساعدك ويدعمك بتخلي الأيام تعدي عليك بسهولة. ودايما أفضل تجربة في الجيش هي الناس اللي حواليك، دايما هي تجربة الصحبة. طبعا ده في الجيش أو في الغربة، مهما كانت الظروف صعبة وتلاقي شخص جنبك، ده دايما بيخلي عندك الأمور هينة في شغلك، في غربتك، في جيشك. الخلاصة، شغلك هو مكان هتقضي فيه جزء كبير وأكبر وقت في حياتك، فحاول دايما تكون جنبك ناس تبسطك وتدعمك، وانت كمان تبسطهم وتدعمهم، علشان الشغل مش بس شغل، الشغل هو حياة. وسؤال النهاردة، مين أكتر شخص أثر فيك في شغلك؟ شاركنا في الكومنتات مين هو. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا باللايك والشير والتفاعل على القناة والصلاة على النبي. وسلام.